السلام عليكم. يقول صلى الله عليه وسلم: من مسح على رأس يتيم فإن الله يعطيه بكل شعرة حسنة. الأطباء كينصحوا بعدم شرب الماء البارد أو المثلج على الريق، بل يكون بدرجة حرارة الغرفة، وهذا الشيء خاص يكون حتى في الفترة ديال الصيام. الناس اللي كيشربوا الماء بارد كيتسبب لهم في انقباض المعدة، أيضا صعوبة في عملية الهضم. نشوفوا دابا أهمية ماء البحر المالح على الجسم ديالنا. ماء البحر كيخترق المسام ديال البشرة ديالنا وكيساعد على تنشيط الجلد والتغذية ديالنا. خاص الناس يديروا المضمضة أو الغرغرة بالماء ديال البحر، لأنه كيزيل الرائحة ديال الفم الكريهة. الماء ديال البحر كيمد الجلد ديالنا باليود الطبيعي اللي كيعمل على توسيع الأوعية الدموية وكيكافح الشيخوخة. وماء البحر المالح كيعمل على استرخاء الجهاز العصبي. في هذا الفيديو غنقدم لكم معلومات كثيرة وممكن تكونوا تسمعوها أول مرة. أين توجد حاسة الشم عند الفراشة؟ توجد حاسة الشم عند الفراشة في أرجلها الخلفية. الزرافة من بين الحيوانات اللي ما كنسمعوش الصوت ديالها حيث ما عندهاش أحبال صوتية، ونادرا ما تحدث صوت من أنفها ويسمى بالنخير. السلام عليكم. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل السواك والكحل والحناء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك، يعني كيستعمل السواك. فالسواك مما بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفضل الكثير والمنزلة العالية. اليوم غنتعرفوا على أسماء بنات أصلها من الجنة. نبداو بالاسم الأول، تسنيم. تسنيم هو اسم عين ماء في الجنة ويشربها المقربون من الله تعالى، ولقوله تعالى: ومزاجه من تسنيم. الاسم الثاني سدرة، وهو اسم عربي والمعنى ديالو شجرة النبق، وقيل شجرة السدرة في السماء السابعة وجذورها في السماء السادسة. السلام عليكم. الفيديو ديال اليوم مختلف تماما على الفيديوهات السابقة، وهذه أول مرة غادي نقدم واحد المساعدة لواحد المدينة اللي بعيدة عليا. السلام عليكم اخوتي، كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يعاونني في سبيل الله. محتاجه للمحسنين يعاونوني، اللي يعاونني لا اعطيه قصر في الجنه. بداية سنبدأ باسم سليم. قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. طارق. قال تعالى: والسماء والطارق. السلام عليكم. واش كنتوا عارفين بلي المسك كيتستخرج من حيوان الغزال، والعنبر كيتستخرج من الامعاء او القيء ديال الحوت؟ المسك كيتستخرج من واحد الغده او السره اللي كتكون كتواجد تحت البطن ديال الغزلان الذكوريه. ما هما الاصغران؟ الاصغران هما القلب واللسان. ما هو الطائر الذي تكلم في القرآن الكريم؟ الهدهد هو الطائر الذي تكلم في القرآن الكريم. السلام عليكم. من بين العطور اللي كان كيحب الرسول عليه الصلاة والسلام هو المسك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أطيب الطيب المسك، وكان عرق النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الطيب. ما هو الشيء الذي خلقه الله تعالى ولم يراه؟ الجواب هو النوم. وما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه؟ هو الصبح، لقوله تعالى: والصبح إذا تنفس. في هذا الفيديو غنذكر لكم المشروبات المذكورة في القرآن الكريم، وغنذكر لكم الآية على كل مشروب. الزنجبيل. قال تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منها الجنة. وحبيبتيه هم العينين، ومن فقد حبيبتيه هو الشخص الذي فقد البصر ولم يعد يرى، فالله يعد بالجنة إذا ابتلى أحدا في بصره. اليوم غادي نتكلموا على القزع وعلاش نهى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه. ما هو الشيء الذي يذهب بلا رجوع؟ هو الوقت والعمر. ما هي أطول كلمة في القرآن الكريم؟ فأسقيناكموه. قيل أن كل ذي نعمة محسود. اكتم عن الناس 3: ذهبك وذهابك ومذهبك. سبحان الله وفي خلقه. في الرحم وضع الله الطفل في سائل ملحي شديد الملوحة، وذلك ليطفو جسم الجنين فينعدم ثقله، ورزقه يأتيه دون عناء عن طريق الحبل السري المربوط بالأم. ما هو الشيء الذي يوجد في أجسامنا ولا يوجد في آدم عليه السلام؟ هو مكان الحبل السري. ما هو الحيوان الذي يوجد قلبه في الجهة اليمنى؟ كنغر. دب. ما هو الشيء الذي يؤخذ منك قبل أن يعطى إليك؟ إنها الصورة. ما هو الشيء الذي يقرصك دون أن تراه؟ الجوع. ما هي الحيوانات التي تحيض؟ هم 3: الأرنب والخفاش والضبع.
ما هو الشيء الذي يعتبر غير نظيف كلما ازداد بياضا؟ هو اللسان. ما هو الطعام الذي يجوز أكله ولا يجوز بيعه؟ هو لحم الأضحية. لا تنسوا الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم.